ليه يا بنتي بس؟ سلفتك طيبة وغلبانة وما شفناش منها الا كل خير، ده هي الوحيدة اللي شالتك انت وابنك في مرضك، وكل الحكاية انها بتحبه زي ابنها، بس في الاول وفي الاخر ده ابنك، ولو وضعه مش عاجبك في ايدك تغيريه. قلت لها ايوه اغيره ازاي بقى؟ قالت لي قللي نزوله من عند زينب واحدة واحدة، ومع الوقت هيتعود عليكي، بس حرصي يا وفاء احسن تكسري بخاطر الست برضو ما شفناش منها الا كل خير. روحت من عند امي وانا مقرره انفذ كلامها، وهجرب مره واتنين والف، وعمري ما هيأس ابدا، ده ابني وانا اللي تعبت فيه وشلته في بطني 9 شهور، مش هسيبه لاي حد تاني يربيه. اي نعم هي طيبه وغلبانه وانا عارفه انها بتحبه وبتحبني من قلبها، بس ده ابني وانا احق واحده بيه. المهم ابتديت التجربة من تاني يوم، لكن مش هكدب عليكم الموضوع ما كانش سهل أبدا، يوم واتنين وتلاتة، ويحيى مستحيل يسكت غير في إيد زينب مهما عملت من محاولات وتجارب، لدرجة إن أنا ساعات كنت بشك في نفسي وبقول أكيد كمان بيعيط معاها، حتى كنت بقرب من الشبابيك والبلكونات على أساس